بصوا من الاخر، اي اهلاوي متعشم في اي حاجه السنه دي يعني يحاول ما يعليش سقف توقعاته، عشان هي باينه خلاص. احنا هنعاني بقى السنه دي. السنه دي بقى انت هتعاني بقى فرجة على الفرقه دي، مش هتفهم اي حاجه، مش هتفهم ايه اللي بيحصل في الملعب، ولا هتفهم ايه اللي بيدور، ولا هم عايزين ايه، ولا احنا مين وهم مين. وقبل السيزون جالاكتيكوس جالاكتيكوس ايه ده اللي احنا بنشوفه في الملعب ده بلا دول كده اسمهم البلاكتيكوس، مش الجالاكتيكوس، دول البلاكتيكوس بالبلا اللي بيعملوه في الملعب. دول دي فرقه البلاكتيكوس. والله العظيم عمري ما شفت الاهلي كده، فرقه ضايعه، فرقه مش مركزه، فرقه مفيش فنيات، مفيش روح، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه حرفيا. خلاص احنا بقينا كل فيديو هو نفس الكلام اللي بيتقال من بدايه السيزون. احنا مفيش، احنا صفر قدام اي فرقه، احنا صفر، احنا مفيش اي حاجه. مش فاهم ليه مصعبينها على نفسنا كده، وليه بنعمل في نفسنا كده، والمدربين برضو مصره ان هي اللعيبه دي تلعب في اماكن غير اماكنها. هنتكلم نقطه نقطه من اول التشكيل. انا نفسي افهم ايه زيزو بلاي ميكر دي، يعني ايه زيزو بلاي ميكر دي؟ لعبها امتى بلاي ميكر؟ من امتى زيزو بيعرف يدي ثرو باس، ولا بيعرف يخلق مساحات لزمايله؟ زيزو لعيب خط. زيزو اللي نجمه في نادي الزمالك اللي هو بيلعب على الخط، يلعب اوفرات يا اما يخش يشوط بس. لكن ايه بلاي ميكر دي يا جماعه؟ طاهر ده بقى صعب، انا مش عارف مين اللي خلاه يكمل في الكوره. انا مش فاهم ده لعب كوره ازاي لغايه ما وصل للاهلي. والله العظيم انا ما فاهم. ده لعيب بقى له كام سنه بيلعب كوره ما بيعرفش يستلم الكوره، اللي هي اول حاجه بيعلموها في مدارس الكوره، الاستلام والتسلم. ده ما فيش. ده بيستلم الكوره بتطلع 2 متر. ده بيلعب ازاي؟ ده بيلعب ازاي بجد؟ وبن شرقي برضه على الدكه. انت بتلاعب زيزو بلاي ميكر وبتلاعب طاهر على اليمين. طب ما تلاعب زيزو على اليمين وبن شرقي يلعب بلاي ميكر. ما انت كده كده انت بتلاعب زيزو بلاي ميكر، هو ما بيعملش حاجه، انت عايزه عشان يكمل في التكمله الهجوميه والكره اللي هترتد. ده احسن واحد يعملها بن شرقي يعني. انا مش فاهم بجد احنا ليه مصعبين على نفسنا. هو بجد يعني احنا عندنا مشكله في مصر في حوار البوزيشن بتاع اللعيبه ده، بنقعد نفتكسه وبنقعد نعمل حاجات غريبه. يعني بحس حتى المدربين اللي جايين من بره اللي هم ما بيالفوش حاجات من دي، المساعدين بيقولوا لهم لا ده اللعيبه دي بتلعب في الاماكن دي. وكوكا باك ليفت برضه طب احنا جبنا شكري ليه؟ شكري اللي قاعد على الدكه ده جبناه ليه؟ ما هو اصلا كده كده مش نافع. يعني هو شكري كده كده مش نافع. انا مش فاهم احنا جبناه ليه، بس هو باك ليفت فجبناه عشان نقعده على الدكه. ده يعني احنا دفعنا فيه فلوس عشان نقعده على الدكه؟ احنا مهلهلين والله العظيم ثلاثه. احنا ضايعين. ده فرقه المصري ال 90 دقيقه اقسم بالله ما عايزه تهاجمك، اكنهم بيقولوا لك خد الكوره يا عم، مش عايزين اصلا، وانت مش عارف تعمل حاجه. وجراديشار مفقره معاه خالص بقى، يعني مش هيجيب جون. الواد بيتحرك وبيقف في اماكن صح، بس الفينش ايه يا راجل؟ ده كورتين في الشوط الاول ما يضيعوش هو ضيعهم. مش عارفين نعمل اي حاجه، مفيش ملامح لينا في اي حاجه. ده الماتش الكامل للمدرب، مفيش اي حاجه باينه في الملعب، مفيش اي فكره، مفيش اي طريقه لعب، مفيش اي اسلوب لعب، مفيش اي حاجه نقدر نشوفها نحس ان هي بتحصل في الملعب. زياده عن كده بقى اللعيبه مفيش اي حميه ومفيش اي حاجه، وصباح الفل، وكل واحد عايز يبقى نجم الفرقه. تريزيجيه عايز يرقص الفرقه كلها ويحطها ار2. زيزو عايز هو اللي يجيب الجول. قلبنا من فرقه جماعيه لفرقه انا كل واحد فيها عايز يبقى النجم بتاع الفرقه. طول عمر النادي الاهلي فرقه جماعيه، من ايام في عتاوله كانت بتلعب في الفرق. يعني كان الملعب ده بيبقى مليان عتاوله، ما بتشوفش واحد منهم عايز يبقى نجم الفرقه، كلهم بيلعبوا لبعض. لكن احنا تريزيجيه طبعا عايز يبقى نجم الفرقه اللي راجع من اوروبا، هينتشل الفرقه ويطلع بيها للعالميه، مطبق على فيلم العالمي قبل ما يجي. زيزو انا جاي من الزمالك نجم الفرقه فعايز ابقى نجم الفرقه في الاهلي. طاهر نجم في منطقتهم. ده مش نجم خالص، ده ملوش علاقه بالكوره، سيبك منه، داركينه على جنب. احنا ضايعين بجد. انا دلوقتي بقيت بقعد اتفرج على الماتش مخنوق. انا مخنوق وانا قاعد بتفرج. يعني شوفوا لكم حل بقى يا جماعه، يعني شوفوا لكم حل. يا اما بقى ما نتفرجش على الماتشات، يا اما بقى نسمعه راديو عشان عيننا ما توجعناش. يعني احنا لو سمعنا الماتش راديو اهون لنا، على الاقل نسمع اي حاجه، بس مش هنشوف القرف والعك كده. لازم يبقى في حل. يعني انت تيجي تقعد مع نفسك كده تفكر ايه الحل اللي ممكن يتقدم عشان الفرقه دي تلعب. انت مش فاهم فرقه بجد. ده لا 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 لا، السكواد ده مفيش اي حد بيعمل مفيش اي حد بيلعب كوره. لازم في يناير بتاع 5 6 لعيبه على الاقل، على الاقل. وكل لعيب بجد هيفكر نفسه نجم الفرقه ولازم ياخد اللقطه، لازم يقعد على الدكه. لازم بجد بقى، عشان احنا قرفنا بجد. يعني احنا بنتفرج عليه ده والله العظيم بجد احنا شكلنا وحش قوي. احنا مفيش منظر لينا. كل ماتش بنبدا برضو بنفس يعني لازم التشكيل يبقى فيه حاجه غلط، في لعيب او 2 ما بيلعبوش في مركزهم. لازم بجد. يعني انت عندك الثلاثه اللي قدام عدلتهم سهله قوي والله العظيم. لو حد ملوش علاقه بالتدريب متفرج
هيرصهم لك، هيقول لك ده يلعب فين وده يلعب فين. لا احنا بنألف، زيزو يلعب بلاي ميكر، وتعالى طاهر. انا طاهر ده حد يعرف مركز طاهر ده ايه؟ على فكره طاهر ده احنا لعبناه وينج رايت في الاهلي، لكن هو اصلا مركزه مش وينج رايت، هو كان بيلعب في المقاولين سكند سترايك، بيكمل بس على الكرات الثانيه بس، لكن وينج رايت دي ما كانش بيلعب وينج رايت. انا طاهر ده مش عايز اتكلم عليه، مش عايز اتكلم عليه بجد. الوضع بقى صعب، والموضوع قلب من جالاكتيكوس لبالاكتيكوس، والدنيا بدات تزغلل في عينينا، والدنيا بدات خلاص بقى تتشقلب، وهنخش بقى هتيجي بقى في افريقيا، اتفرج على الضحك الخام. احنا هنشوف بقى في افريقيا ضحك خام بجد، لما نلاعب فرقه تقيله. اتفرج على الفرقه دي يبقى منظرها عامل ازاي بره وجوه. احنا بره وجوه يبقى شكلنا وحش بالمنظر المقرف ده. مفيش اي تكتيك، مفيش اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه حرفيا، لا تكتيك موجود في الملعب، ولا طريقه لعب، ولا اسلوب لعب، ولا حميه لعيبه، ولا اي حاجه، لا حياه لمن تنادي. فمستر يس بقى لازم يشوف حل، وربنا يستر، ربنا بقى يستر من مستر يس ده، لا يطلع زي ريبيرو هو كمان، والدنيا بقى كده معانا تبقى مسخت على الاخر بقى. عمالين نجيب في كام مدير فني السنه دي. يعني نرجع بقى كابتن عماد النحاس، نرجعه بقى. تعالى كابتن عماد معلش يس مشي، تعالى امسك لك 4 5 ماتشات لحد ما نبعت نجيب واحد من مدغشقر محدش يعرفه تاني. فالموضوع بقى صعب، وشكل الفرقه بقى زي الزفت. يعني انت تيجي تبص في الملعب في لعيبه والله العظيم حرام تقعد تتفرج عليهم بيلعبوا كوره. يعني احنا بنلعب كوره عنهم، المفروض هم يتفرجوا علينا. انت متخيل عشان تغير النتيجه بتنزل محمد مجدي قفشه؟ يا نهار ابيض يا جماعه، ده محمد مجدي قفشه ده خلاص نسي الكوره. يعني محمد مجدي ده وهو صغير كانوا يبعتوه مثلا محمد مجدي ده وهو صغير، يعني والده ونبى محمد انزل هات حاجه من السوبر ماركت اللي هنا اهو في وشنا. محمد مجدي بقى يروح عامل ايه؟ يخرج من البيت، يروح باصص، يروح لافف الشارع اللي ورا، وجاي رايح للسوبر ماركت. هو ده محمد مجدي قفشه، على ورا على طول تلاقيه عمل كده، وبيقعد يلف وبيعمل حاجات غريبه، وبيبطئ رتم اللعب، وما بيعملش اي حاجه. ليه في الفرقه لحد دلوقتي بجد؟ يعني في كام لعيب ليه في الفرقه لحد دلوقتي بجد؟ في كام لعيب ليه دول موجودين في الفرقه؟ طاهر ده ليه موجود في الفرقه؟ قفشه ده ليه موجود في الفرقه؟ دول موجودين بيعملوا ايه؟ عمر كمال ده ليه موجود؟ الناس دي موجوده بتعمل ايه يا جماعه بجد؟ والله العظيم الناس دي بقت نجوم وخلاص. الناس دي بقت نجوم ومش عايزين يلعبوا كوره. الناس دي فيهم ما بيعرفوش يلعبوا كوره خلاص، وفيهم اللي نسي الكوره، وفيهم اللي بقى كارف مش فارقه معاه. الناس دي موجوده ليه بجد؟ احنا عايزين حد عايز يلعب، عايز يدي، عايز يعمل اسم، عايز يطلع اللي عنده. لكن اللعيبه دي مفيش حاجه عندها اصلا عشان تطلعها. فبجد ربنا يكون في عوننا بقى الماتشات الجايه، وهنشوف بقى حاجات نرفز، حاجات تخرج الواحد عن الشعور. الواحد مش متفائل نهائي. انا خلاص، انا السيزون ده بجد انا بقى عشان ايه هيئ نفسي من دلوقتي كمشجع. انا مش مستني حاجه بقى من الفرقه، مش مستني اي حاجه. انا عارف ان احنا في الدوري بنيجي نروح شادين وبنعرف ناخده، بس انا لا، انا مش مستني. خلي بالك انت بيراميدز جاي وراك، مش هيقف. بيراميدز السنه دي مش هيقف، فايق قوي وفاق على ايدينا. يعني كان بادئ السيزون زي الزفت على ماتشنا، احنا اللي فوقناه. من ساعتها فايق والدنيا ماشيه معاه زي الفل، ومش هيعطل كتير زينا. احنا هنعطل اكتر بكتير. هم فايقين ومركزين وعايزين، وانت ما فيش، عمال تدي هدايا وتتعادل وتعمل، ما مالكش شكل ولا ليك اي حاجه. ده غير بقى لسه لما نخش افريقيا الموضوع هيبقى صعب معانا قوي. الموضوع هيبقى صعب، والواحد مش هيبقى قادر يستحمل يتفرج على القرف ده بجد. الفتره الجايه انا كمشجع اهلاوي انا هتفرج بس. كسبوا تمام، خسروا يعني مش هقعد بقى كل ماتش اتضايق واتنرفز بقى. يعني حتى لو احنا بنكسب والله العظيم ببقى متنرفز ومتضايق. انا بحس ان ايه ده، انا كسبان بالقرف ده ازاي؟ في مشاكل كتير قوي فنيه في الفرقه فوق ما تتخيل. والله اللعمه يشوفها مش محتاجه حد يكون محنك كوره، تحس انها جرائم كرويه في الملعب بتحصل. قله تركيز وقله اهتمام، وما فيش اي حاجه. فربنا بقى يقدرنا بقى على السنه دي نتفرج بقى على البلا اللي احنا بنشوفه ده، فرقه البلاكتيكوس. يعني نحاول بقى ايه نجاري الموضوع ونخفف عصبيه بقى، مش مهم. يعني ورونا بقى تعملوا ايه لحد ما نشوف الفرقه دي اخرتها ايه، ولحد ما نشوف في يناير هنعمل ايه وهنجيب مين. عشان دي مشكله اكبر. يعني انت بص، انت مش مجهز اي حاجه، ولا عارف مين ممكن يجي في يناير، ولا بيتكلم مين. واحنا اصلا محتاجين ناس ورا، ممكن تروح تجايب 3 قدام. فالدنيا مش مترتبه والدنيا مش متنظمه. بس لا الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى صعب. انا عايز اقيم بقى البلد ده انا عايز اقيمه. من حقي بقى، من حقي. مش انت بتلعب كوره عشان انا اتفرج، من حقي اقول رايي بقى. يعني سيبني اقول رايي، وانا عشان انا مخنوق بجد، والواحد خلاص بقى يعني جاب اخره من الفرقه. زي ما اتفقنا من اول الموسم، دي نص لعيبه كامله في الدرجه من 5. حراسه المرمى شناوي ما كانش عليه اي حاجه. فرقه المصري ما كانش ليها اي تواجد هجومي. واحد كوكا الماتش ده في بتاع 3 كور يخش على اللعيبه بتاعتنا احنا. في كورتين مع تريزيجيه الشوط الاولاني، في كوره هو وياسين مرعي اللي ياسين مش عارف جه طلعها فخبط فيه طلعت. كوكا باك ليفت دي هتجيب لنا جلطه. واحد ياسين، 2 ياسر، 2 خط الدفاع ما جاش عليه اي حاجه. تاني 2 ونص
هاني كان بيحاول نوعا ما كان بيحاول. الفرقه طبعا مش مساعده اصلا، كان نوعا ما بيحاول. ديانج انا بقيت حاسس ان هو بدا يضعف، والله العظيم مش بهزر. يعني حد ملاحظ الحوار ده؟ يعني ديانج بدا يفقد قوته كده شويه. في لعيبه عادي بتديله بالكتف وتاخد منه الكوره. انا مش انا ديانج ده مش فاهمه، ومش فاهم تواجده في الاهلي عايزه ولا مش عايزه، الاهلي عايز يسيبه ولا مش عايز يسيبه. تحس ان ديانج ده، شفت الراجل اللي متجوز واحده ما بيحبهاش ومش عايز يسيبها؟ هو الاهلي مع ديانج عامل كده. 2 روان عطيه 2 ونص. نجم محمود تريزيجيه 5 من 5. ده نجم قيمه؟ انت هطلت مجنون؟ عايز تقيم تريزيجيه ولا ايه؟ عايز تديله اقل من 5 من 5؟ 5 من 5، 6 من 5. انت شكلك بقى عبيط يا ابني. انت شكلك مجنون بقى. 6 من 5. جراديشار ده يعني مش عارف انت ايه يا ابني، مالك في ايه؟ حالف كوره مش عايز تخش؟ ايه في ايه ده؟ يمين لمال اللي عايش في الزنا مش كده، ما بداش الكور دي. واحد طاهر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس زيزو. زيزو. انت السهر عليك النهارده من جماهير الزمالك. للصبح بقى. يعني انت للصبح جماهير الزمالك هتستلمك، فمش هبقى انا كمان عليك. يعني كفايه اللي انت عملته في الماتش. يعني انت ما كنتش وحش، ما كنتش سيء. يعني كنت بتحاول، بس كنت بتأنن، بتعمل حاجات غريبه، وضيعت البيلم في الاخر اللي انت جبته. فكفايه كفايه عليك تحفيل نادي الزمالك، كفايه تحفيل الجماهير ده بتاع نادي الزمالك، كفايه عليك قوي. واحد البودلة عبد القادر اللي نزلناه يعني بص عشان اعرفك ان احنا تكتيكيا وفي البوزيشن ضايعين. عبد القادر اللي بيلعب وينج ليفت، مركزه الاساسي اصلا بلاي ميكر. يعني في سموحه كان بيلعب بلاي ميكر صرف، ما بيلعبش على الوينج، بيلعب بلاي ميكر وساعات بيلعب على الوينج. البوزيشن الاساسي بتاعه في سموحه كان بلاي ميكر. احنا عملنا ايه؟ العب رايت، زيزو اللي هيلعب بلاي ميكر. انا مش فاهم زيزو بلاي ميكر دي مين اللي رماها في الاهلي كده كله شبت فيها. احنا ضايعين والله العظيم. قفشه صفر. مش هنقعد بقى نتكلم كتير. صفر. بن شرقي، خلينا متفقين في حاجه. بن شرقي يقعد على الدكه هتنزله مش هتاخد منه حاجه. هو ده، هي تركيبته كده. هو ده من نوعيه اللعيبه اللي ما بتحبش تبقى لعيب احتياطي. لما بينزل ما بيطلعش اللي عنده، هو كده طبيعته كده. حرام يقعد بصراحه اصلا. يعني طاهر ده يلعب وده يقعد، الموضوع صعب. واحد. انا مش عايز اقيم حد تاني، والله العظيم بجد الموضوع بقى سخيف، دمه تقيل. لا الموضوع بجد كده. الموضوع بقى في حتة تانية وممكن بقى تلاقينا بعد التالت والتاني، وهنخش في حتة مش تتنا. فلازم حل سريع، لازم الفرقة دي تفوق بعقاب، خصم، أي حاجة، بس الفرقة تتحسن. لأن احنا كده رايحين لابسين في حيط كبير، بجد لابسين في حيط كبير. ربنا يسترها بقى الفترة الجاية دي، عدي بقى الأيام اللي جاية دي على خير. يلا سلام.